عمرك سولتي راسك علاش فلوسك ما بقاتش فيهم الهيبه؟ علاش كتحس باللي الصالير ديالك بحال الا فيه السحر غير كيوصل كيطير؟ شوف، الحقيقه المره هي انك وليتي خدام عند السيستم ماشي عند راسك. البركه غبرات حيت سيكولوجيتك مريضه بالاستهلاك، وحيت التقابل اللي عندك في الميزانيه اكثر من الميزانيه براسها. اليوم غادي نحطوا النقط على الحروف، غادي نوريك 10 د العادات، 10 د القتالين اللي مخلينك ديما تحت الصباط ماليا واخا تكون كتدخل الملايين. البركه ماشي خرافه ديال الجدود، البركه هي ماب وسيكولوجيه مضبوطه، والنزيف اللي عايش فيه دابا هو سيكولوجيه مريضه كتمحي لك الفلوس قبل ما توصل ليهم. اجي نفهموا هاد اللعبه ببساطه. قبل ما نهضروا على العادات خاصنا نصحوا واحد المفهوم. بزاف كيصحاب ليهم البركه هي شي حاجه غيبيه كتنزل من السماء بلا حساب. فببساطه البركه هي الكفاءه الماليه، هي فاش كتدخل 5000 درهم وكتعيش بها بكرامتك وكتوفر منها وكتكون هاني. بالمقابل فاش كتدخل 20000 درهم وكتسالي الشهر مسلف من عند مول الحانوت ولا داير ديكوفير، هنا البركه ممسوحه. علاش؟ حيت السيستم صوب ليك واحد المصفوفه ماتريكس ديال المصاريف اللي كتخليك ديما في الحافه. اول قتال للبركه هو فقدان السيطره على الصرف الصغير. فاش كنهضروا على ضياع الفلوس بنادم كيمشي بالو لشي شريه كبيره، ولكن الحقيقه هي ان التقابي الصغار هما اللي كيغرقوا السفينه. في المغرب عندنا ثقافه القهوه، ماشي القهوه كفعل ولكن القهوه كنزيف. 10 دراهم هنا، 15 درهم تما، ديطاي ديال الكارو، ساندويتش حيت ميكتي على الماكله الدار، طاكسي صغير حيت تعطلتي في المناقشه في الحومه. هاد المصاريف السريعه كتحسبها بسيطه، ولكن فاش كتجمعها في الاخر الشهر كتلقى راسك ضيعتي 1500 حتى 2000 درهم غير في الريح. هاد الفلوس كان ممكن تكون هي البركه اللي غتفك لك ازمه، ولكنك قررتي تعطيها للسيستم مقابل متعه ديال 10 دقائق. البركه كتحيد فاش كتولي مستهلك عشوائي وما كتعرفش فين مشى حتى ريال. اكبر مرض كياكل الميزانيه في المغرب هو اش غيقولوا علينا الناس. كتلقى بنادم واخد كريدي على طوموبيل كتار من جهدو غير باش يبان واعر قدام ولاد الحومه ولا الزملاء في الخدمه. هاد السيكولوجيا ديال المظاهر هي العدو اللدود للبركه. فاش كتشري حوايج ماركه بفلوس انت ما عندكش باش تعجب ناس انت ما كتحملهمش، راك هنا كتمحي البركه بيدك. البركه هي الرضا والقناعه باللي عندك دابا مع الخدمه باش تولي حسن. اما التبوحيط فهو عبوديه حديثه، كتمشي تخدم شهر كامل، كتعذب، كتاكل العصا من عند الشاف، وفي الاخر كتعطي الصالير كامل لشركه ديال الطوموبيلات او حانوت ديال الحوايج غير باش تبان. ببساطه انت وليتي واجهه اعلانيه متحركه وخاسر عليها من جيبك. بلاصه عقليه الندره، سكارسيتي مايندسيت. الناس اللي ديما خايفين الفلوس يتقاضاو وما كيعطيوش هما اللي ديما مصيرين. البركه كتحيد فاش كتسد قلبك ويدك. الصدقه كتنقي الفلوس من الشوائب النفسيه وكتخليك تحس بقيمه داكشي اللي عندك. جرب تخصص واحد القدر ولو بسيط كل شهر لشي حد محتاج، وشوف كيفاش النفسيه ديالك غتغير تجاه الفلوس. بزاف د الناس كيتسناو نهار 26 بحال الا كيتسناو الفرج. المشكل ماشي في الصالير، المشكل هو الاعتماد الكلي عليه. فاش كيكون عندك مصدر واحد للدخل كتحس بالخوف، وهذا الخوف كيخليك تخسر فلوسك بطريقه عشوائيه، بانيك سبيندينغ، باش تعوض النقص العاطفي. البركه كتجي فاش كيكون عندك امان مالي. السيستم بغاك تبقى خدام غير على قبل داك الصالير باش تبقى ديما مزير وديما كتستهلك. الا ما كنتيش كتفكر كيفاش تطور راسك ودير دخل جانبي، صيد هصل، البركه غتبقى ديما ناقصه، حيت الجهد ديالك كله كيمشي لواحد اخر كيبني الثروه ديالو على ظهرك. دخلتي للانستغرام، شفتي فلان في بيسين وفلانه بساك ماركه وعشيرك شرا طوموبيل جديده، شنو كيوقع لك لداخل؟ كتحس بالنقص. هذا النقص كيدفعك تخرج تخسر فلوسك باش تحاول تلحق بهم. الحقيقه ان 90% من داكشي اللي كتشوف في السوشيال ميديا هو كذوب وكريديات. انت كتمحي بركه حياتك حيت كتقارن الكواليس ديالك بالعرض الشو ديال الناس الاخرين. البركه هي انك تعيش حياتك بالريتم ديالك انت، ماشي بالريتم اللي فارضوا عليك المؤثرين. كل درهم خسرتيه حيت شفتي شي حد اخر خسر اكثر منه هو درهم ممسوح البركه. كاين اللي كيقول اش غيدير ليه هاد الدرهم، كيطيح ليه ما كيطوعش يهزو، كيشيط ليه الصرف كيعطيه لاي حد غير باش يتهنى من تقل الجيب. شوف، اللي ما كيحترمش الدرهم ما كيستحقش المليون. البركه هي تراكم، الثروه
هي بزاف ديال الدراهم مجموعين. فاش كتحقر المبالغ الصغيره السيستيم كيعرف باللي انت صيد سهل. الناس اللي عندهم البركه هما اللي كيعرفوا كل ريال فين مشى، ماشي بالشح ولكن بالاحترام. احترم الفلوس كطاقه وجهد وهي غتحترمك وغتبقى عندك. التبغ، القمار، حتى داك اللوطو والبرومو سبور، الالعاب الالكترونيه المدفوعه، هادو هما فيروسات الميزانيه. هاد العادات ما كتبنيش ليك حياه، هي كتهدمها. ببساطه فاش كتصرف 30 درهم في النهار على الكارو راك كتصرف 900 درهم في الشهر، 10800 درهم في العام. هادي ماشي بركه مشات، هذا استثمار في المرض وضياع العمر. البركه كتحضر فاش كيكون الجسد نقي والعقل نقي. بزاف د الناس كيقولوا ما عرفتش فلوسي فين كيمشيو وهما كيحرقوهم بيديهم كل صباح. اخطر حاجه كتحيد البركه هي تعيش نهار بنهار بلا هدف مالي. فاش ما يكونش عندك هدف، تشري دار، دير مشروع، تضمن مستقبل ولادك، الفلوس كتولي عبء خاصك تخلص منه. السيكولوجيه ديالك كتقول لك ايوا اش غندير بهاد البركه، نتمتعوا دابا الموت وحده. هذه هي عقليه الضحيه. البركه كتبغي التخطيط. فاش كتحط هدف كل درهم كيولي عنده معنى، ما بقيتيش كتخسرو غير هكاك، وليتي كتستثمرو في المستقبل ديالك. البركه هي الطريق اللي كتوصلك لهدفك، وإلا ما عندكش هدف راك غير كتدور في بلاصتك. باش ترجع البركه لفلوسك خاصك دير ديتوكس لميزانيتك، حبس النزيف، قطع المصاريف الصغيره اللي ما ليها معنى، هرب من الكريدي، الا ماشي للسكن او للاستثمار هرب منه بحال الا هارب من العافيه. ضبط السيكولوجيه، وقف المقارنه مع الناس وخدم على القناعه الذكيه. خطط، دير باجي ولو بسيط، عرف فين كيمشي كل ريال. تصدق، طهر فلوسك بالعطاء. البركه ماشي سر، البركه هي قرار. قرر من اليوم انك تولي سيد على فلوسك، ماشي عبد عند السيستم. المال وسيله ماشي غايه، وفاش كتعرف كيفاش تسيرو ببساطه كتحس باللي فعلا ولات فيه الهيبه. في الاخر فكر في هاد الهضره مزيان. واش بغيتي تبقى مزير حياتك كامله وكتشكى من الوقت غلات؟ الوقت ديما كانت غاليه، ولكن الجهل المالي هو اللي غالي كتر. البركه كاينه، غير انت اللي سد عليها الباب بهاد العادات. حل عينيك، فيق، وبدا تنقي حياتك من هاد القتالين. الفلوس كتمشي وكتجي، ولكن الكرامه الماليه الا مشات صعيب ترجع. خليك ذكي، خليك بسيط، ورجع البركه لجيوبك ببساطه. دابا من بعد هذا الفيديو عندك جوج اختيارات: اما تقول معلومه زوينه وتسد الفيديو وترجع لنفس الحياه ونفس العادات ونفس النتائج، ولا تدير خطوه صغيره ولكن مختلفه. كتب دابا في الكومونت بديت، ماشي ليا ولكن لراسك، باش تعلن انك ما بقيتيش متفرج، بديت تتحرك، بديت تتبني. حيت في الاخير ماشي اللي كيشوف الفيديو هو اللي كيربح، اللي كيتحرك هو اللي كيربح. ما تنساش الاشتراك في القناة وفعل الجرس باش تدعمنا نوصلوا المعلومة والمحتوى الهادف.